توني شايفة فيديو حق واحد كويتي قاعد يسب في المستوصف أو في المستشفى، ما أعرف يعني طبيب، والطبيب كما يبدو أنه هندي أو إنه يعني من الجنسية الآسيوية، ما أعرف يتكلم لغة عربية عدل، وميوي الدواء بإيده ويقول هذا شلون دواء مال الإبط تحت الإبط معطيني إياه حق تحت اللسان، الناس يموتون من شنو طبعا فيديو طويل عريض، يعني كله سب وهذاك مسكين الدكتور لأنه ما عنده لغة، فمو قاعد يفهم، مو قادر يفهمه إنه نفس الشيء يعني. وأنا أحب أبين يعني غير إن هذا المواطن أو هذا الشخص قاعد يتكلم بتهجم كبير داخل مكتب الطبيب في مستوصف، غير إنه أيضا قاعد يصور فيديو حتى لو كان صوت، وهذا لا يحق له على فكرة، غير إنه هو مخطئ. وأنا أقول لكم ليش. يعني أنا كطبيبة نساء وولادة قاعد أتكلم عن الطب النساء والولادة، عندنا أدوية تستخدمها هي نفسها تحت اللسان أو كحبوب أو في المهبل مثلا، يعني من تخصصي مثلا دواء اليوتروجستان اللي هو نوع من البروجسترون، هذا هرمون نستخدمه يا إما مثلا مرات في حالات منع الإجهاض المبكر، أو مثلا في حالات المرأة عند توقف الدورة عشان يمنع الهبة أو الموجات الحرارية، يعني كزيادة لهرمون الاستروجين. وهذا يا إما ممكن تستخدم المرأة بالفم كحبوب أو تستخدمه في المهبل، ببساطة شديدة نفس الدوز على فكرة، نفس الجرعة. في دواء ثاني اسمه المسبرستول أو السايتوتيك، هذا الدواء أيضا يستخدم، هو بروستاغلاندين أنالوج، يستخدم هذا الدواء السايتوتيك أو المسبرستول يستخدم لحالات الطلق الصناعي، أو لإنك مثلا تبي تسوي إجهاض، أو لأنك مثلا تبي توقف الدم، خلينا نقول نزيف أثناء الولادة، يعني بعد الولادة. السايتوتيك هذا أو المسبرستول هذا أيضا ممكن يستخدم كحبة تؤخذ بالفم، ممكن حبة تحت اللسان، وممكن في المهبل. فشفتوا هو نفس الدواء، ولكن تختلف الروتس اوف ادمنستريشن له على حسب رغبة المريض، شنو الكونفينينت بالنسبة له، وطبعا الامتصاص ممكن يتغير على حسب الروت. فأنت جايب لي كريم تقول تحت الأبط وسبلينجوال وما أدري شنو، ترى ممكن تستخدم هذا الكريم تحت في الجلد، وممكن تستخدمه أيضا مثلا ممكن في إذا كان أنتي فانجس مثلا للسان إذا عندك فانجل انفكشن. ففي أشياء الناس أتمنى إنه ما يسوون منها سين كبير، لأنه هم أصلا مو فاهمين، وللأسف الطبيب ليست له القدرة إنه يفهمه لأنه ما يملك اللغة، وأيضا لأنه أجنبي فطبعا يخاف. لهذا حبيت إني أوضح للناس إن مو كل شيء حسبالكم إنه ينكتب إن هذا غلط، لا، فكروا شوي قبل ما تتهجمون على الدكتور.